ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الهريسه الاسكندراني، البسبوسه المحشيه مكسرات، زي ما تحبوا تسموها سموها. انا عايزه اقول لكم طريقتها سهله جدا وبسيطه، مش هتاخد منك اي وقت ومش هتنشف معاكي، وهتاخدي اللون اللي انت عايزاه بخطوتين اتنين بس. خليكي بس تستمري معايا لحد الفيديو للاخر، واحنا هنعمل واحده واحده. لو اول مره حتى تعمليها تعمليها مظبوطه. يلا نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هنحط كوبايتين اتنين سكر، عليهم كوبايتين اتنين ميه، عشان البسبوسه بتبقى عايزه الشربات بتاعها خفيف شويه، وعليهم معلقه عسل، ممكن تشيلها خالص لو ما عندكيش عادي يعني، ونص ليمونه. ونحط على نار هاديه 10 دقايق، وبعدين نحط عليه معلقه زبده، ونحط عليه فانيليا. ده 2 سميد او سيمولينا زي ما بتسموها، عليها نص كوبايه دقيق ونص كوبايه جوز الهند. كده يبقى كل الحاجات تلات كوبايات، عليهم 1 بيكنج باودر وواحد فانيليا. ونقلب كل المكونات الجافة بتاعتنا. وفي خطوة تانية اللي هتدي للهريسة لون، ان احنا نكرمل لها، نعمل لها صوص الطوفي، لان هو اللي بيهدي لها لون بني شوية. هنقلب كل المكونات بتاعتنا على جنب، ونروح نعمل مع بعض صوص الكراميل. لو انتم يعني مش حابين خالص، ممكن تستغنوا عن الطريقة ديت، يعني ما تعملوش صوص الكراميل. هو نص كوباية سكر، معلقة زبدة، ونص كوباية لبن، عليها معلقة نشا. لو انتوا حابين تستغنوا عن يعني الخطوة دي خالص، ممكن تحطوا المكونات بتاعتكم على البوتاجاز تسخن مع بعض. يعني حطي نص كوباية سكر، عليها نص كوباية زبدة، عليها كوباية لبن، حطيهم مع بعض على البوتاجاز لحد ما تحسي ان السكر كله بقى مع الزبدة مع اللبن كله مع بعضه بقى، ما مفيش خالص تكتلات. خلاص ممكن تستخدمي ديت. نص كوباية زبدة سايحة، هنحط عليها معلقتين كراميل من بتاعنا اللي احنا عملناه، عليها كوباية لبن، ونقلب كويس جدا. اللبن عشان كان بارد، الزبدة تحسي ان هي كتلت شوية، دفيته تاني في الميكرويف. ونحط معلقة عسل، عشان طبعا احنا ما حطينا السكر، احنا خدنا بس معلقتين من صوص التوفي وحطيناهم عشان تدينا لون. انا عايزه اقول لكم والله بجد بجد، صوص توفي او صوص الكراميل بيديلها طعم، وبيغير طعم السيمولينا جدا جدا، مش بيخلي لها يعني باين اي طعم. وكمان بيديك اللون اللي انت عايزاه، لانك انت مش بتوصلي للون ده بسهوله، يعني لان احنا بنستخدم السيمولينا الساده اللي من غير اي اضافات تانية. هنحط كل المكونات بتاعتنا، ونحاول على قد ما نقدر ما نعجنش فيها، يعني حاولوا بالراحه. بس كده خلاص، يعني كل السوائل دخلت في السيمولينا. معانا بقى الحشو. الحشو زي ما انت عايزه، ده لوز وزبيب وجوز الهند. هنحط عليه معلقه عسل عشان يمسك مع بعضه. لو انت حابه تضيفي بندق، حابه تضيفي عين جمل، حابه تضيفي فول سوداني، اي مكسرات عندك حابه تضيفيها ضيفيها. حابه تضيفي كله مع بعضه بقى كده، وناس غنيين حطوا. هنعمل مع بعض الصينيه بتاعتنا، نغلفها كلها بالزبده وال والشربات بتاعنا على البوتاجاز. هنحط فيه برضو مكعب زبدة صغير وفانيليا ما ننساش. هنقسم الخليط بتاعنا لجزئين اتنين علشان يبقى متساويين على قد ما نقدر. يعني حاولي تفردها كويس، نص فوق ونص تحت، عشان ما تبقاش باينه معاكي ان هي ايه، فوق اعلى من تحت. هنظبطها ونبططها كويس جدا. هناخد كل المكسرات بتاعتنا نحطها، وزي ما قلت لكم الحشو اختياري جدا، المهم تحط لها حشو. ونضغط جامد علشان تبقى في قلبها من جوه، ما تبقاش عاملة فاصل ما بين الطبقتين. ودي النص التاني. حاولي برضو على قد ما تقدري توزعيه كله، وبعدين تضغطي بحيث ما ترجعيش تشيلي تاني، او ما تاخديش بالك نهين اسمك من نهين يعني.
درجة حرارة الفرن على 160. هنحطها في النص لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين تحت الشواية ما بتقعدش كتير عشان ما تنشفش مني. وانا عملت غلطة هنا ان انا لسه ما سويتهاش على الاخر بسباتولا او حاجة، فانتي حاولي تسويها اكتر يعني. بعد ما طلعت من الفرن هنسقي الشربات ونتأكد دلوقتي ان كانت مظبوطة ولا لا. نحط نصه الاول وبعدين نستنى شوية. شربته حطي تاني برضو تستني شوية. حابة تسيبيها زي ما هي كده، حابة تغطيها بجوزة الهند، حابة تغطيها بمكسرات. انا ضربت شوية لوز مع جوزة الهند في الخلاط وحطيتهم على وشها وسبتها طبعا لما بردت خالص. انا عايزة اقول لكم ان ده تاني يوم بعد ما اكلت منها الاول. انا عايزة اقول لكم ان هي طعمها لذيذ جدا والله، وريحتها تحفة ولونها جميل ودايبة جدا جدا. حاولوا انتوا بس جربوها وما تقطعوهاش الا لما تبرد خالص، يعني ما تقطعوش الهريسة لحد ما تبرد يعني، عشان تديكوا الشكل اللي انتوا عايزينه. سيبوها تبرد ويستحسن كمان لتاني يوم، لانها تاني يوم بتبقى اجمل واجمل واجمل بصراحة. شكرا للي بيتابعوني للاخر، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ صحي. بالهنا والشفا.